رئيسة الجمهورية تحضر حفل تكريم المعلمين برفقة وزير التعليم. إثيوبيا تؤكد على تقديم البيانات اللازمة للسودان أثناء ملء سد النهضة. السلام عليكم مشاهدينا الكرام، إليكم نشرة الأخبار من التلفزيون الإثيوبي، أقدمها إليكم فورك يوهانس. تم تنظيم برامج تكريم المعلمين الذين حضره كل من رئيسة الجمهورية سهلة ورك زودي ووزير التربية والتعليم جيتاهون مكريا. وقال وزير التعليم بهذه المناسبة إن مهنة التدريس هي أساس جميع المهن، مشيرا إلى أن المعلمين أنتجوا عددا من المهنيين من خلال مشاطرة معرفتهم. وأضاف الوزير إلى أنه تم القيام بالكثير من العمل في السنوات الماضية لتوفير التعليم لجميع المواطنين، بالإضافة إلى بذل جهود مكثفة لتطوير جودة التعليم. وأوضح وزير التعليم في حديثه بأن عدد كليات تدريب المعلمين زاد إلى 40 مؤسسة، التي كانت 11 فقط قبل 30 عاما. وحضر الحدث مدرسون آخرون وضيوف مدعوون بمن فيهم رئيسة الجمهورية سهلة ورك زودي، حيث وزعت جوائز إلى 40 من المعلمين القدامى و143 مدرسا مثاليا. أجرت رئيسة الجمهورية محادثات مع المبعوث الخاص للاتحاد الأوروبي بيكا هافستو وفقا لمكتب رئاسة الجمهورية. وذكرت المبعوث الخاص بهذه المناسبة أنه جاء إلى إثيوبيا لإجراء مناقشات مع مختلف المسؤولين الحكوميين حول جهود الإغاثة الإنسانية وإعادة البناء في إقليم تيغراي، وكذلك ملف سد النهضة. ومن جانبها أكدت رئيسة الجمهورية سهلة ورك زودي أن الحكومة الإثيوبية سمحت للوكالات الإنسانية العالمية والحكومات لتقديم المساعدات الإنسانية دون قيد، كما سمحت لوسائل الإعلام بتقييم الوضع في تيغراي. وأشارت الرئيسة إلى أن الحكومة تقدم 70% من المساعدات الإنسانية في تيغراي، وأن انتهاكات حقوق الإنسان المزعومة قيد التحقيق حاليا. وذكر المبعوث الخاص أن الوضع في تيغراي قد تحسن، وأنه سيقدم ملاحظته إلى مجلس الوزراء في وقت لاحق من هذا الشهر. والجدير بالذكر أن المبعوث الخاص زار إثيوبيا قبل شهرين. أجرى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية إثيوبيا دمك مكونن محادثات هاتفية مع مستشار الأمن القومي للرئيس جو بايدن جيك سولفيان. وخلال المحادثة أوضح دمك أن الوضع الحالي في إقليم تيغراي يتحسن من وقت لآخر. ناقش الجانبان المفاوضات المتعلقة بسد النهضة الإثيوبي، وأشار دمك إلى أن المفاوضات التي يقودها الاتحاد الأفريقي مفيدة من خلال افتراض وجود مراقبين لخدمة القضايا بشكل عادل ونزيه. وأكد نائب رئيس الوزراء سولفيان أن قضية الحدود مع السودان لن تحل إلا بطريقة سلمية بحسب وزارة الخارجية. أوضح وزير المياه والري الإثيوبي سيلاشي بكلا أن اجتماع كينشاسا فشلت بسبب طرح السودان ومصر أجندة غير مطروحة من قبل في المفاوضات، مؤكدا على أن إثيوبيا تقدم جميع البيانات المطلوبة للسودان أثناء الملء. محمد يوسف لديه المزيد. أعلن وزير المياه الإثيوبي عن عدم التوسل مع دول المصب للاجتماع الذي عقد بكينشاسا بشأن سد النهضة لوزراء الخارجية والمياه، كل من إثيوبيا ومصر والسودان، التي أقيمت تحت رعاية الاتحاد الأفريقي والذي ترأسه فخامة الرئيس الكونغولي فيليكسي تشيديسيكي.
نتيجة لتقديم الدول المصب آراء جديدة تعمل على عرقلة سير المفاوضات، وهو أن تتدخل جهات أخرى في سير شؤون المفاوضات. إن دول المصب جاءوا إلى الاجتماع وفي جعبتهم آراء لتغيير مجرى المفاوضات وتقليل دور الاتحاد الأفريقي وأن لا يعمل بحرية في سير المفاوضات وتقديم آراء يشبه بخروج المراقب الأول الذي هو جنوب أفريقيا من سير المفاوضات وأن يقود سير المفاوضات جهات أخرى، وهذا هو من المواضيع التي أخذت أكثر الأوقات في عملية التفاوض. እነሱ በኩል አንዱ የድርድሩን ፎርማት መለወጥ ነበር አቅደው የመጡት። ከአፍሪካ ህብረት ሁለተኛው ጉዳይ ፎርማቱ በሚለወጥበት ጊዜ የአፍሪካ ህብረት በነጻነት ጉዳዩን ለመምራት እንዳይችልና የተሰጠውን ኃላፊነት በሚያኮስስ መልኩ ሌሎች ተዋናዮች ይህን ጉዳይ አብረው እንዲመሩ. أضاف الوزير قائلا إن السودان قدم رأيا يقول بإدخال جهات أخرى كوسيط تقود المفاوضات. بدأ الاجتماع التفاوضي بتقديم السودان رأي يقول أن يتدخل وساطة في التفاوض، وهذا ما دعمته وأكدت على صحته مصر بجانب السودان. ከዚህም ባሻገር በሱዳን በኩል ሚዲዬሽን የሚባል ነጥብ አንስተዋል። በግብጽም በኩል ሱዳን የምትለውን ሐሳብ የመደገፍና ትክክል መሆኑን بمجلس نبر የተጀመረ. كما بين وزير المياه الإثيوبي عن رأي السودان أن يكون للدور الأوروبي وأمريكا مساويا أو أكثر من الاتحاد الأفريقي في مسار المفاوضات، وإن دعمت مصر برأيها إلا أن إثيوبيا أعلنت عن إيمانها الكامل بدور الاتحاد الأفريقي لإجراء المفاوضات. إن الوساطة التي قمنا بتحديدها من قبل سواء كان بلدان أو مؤسسات أن يستمروا كما كانوا، وهذا موقف إثيوبيا والذي تؤمن به لأنه ليس هناك سبب كافي يجعلنا لتغييرهم. لهذا جنوب أفريقيا والاتحاد الأوروبي وأمريكا أن يستمروا في دور مراقبة المفاوضات، ودورهم يجب أن يكون أولا في المواضيع التي اختلفنا فيها البلدان الثلاثة، وعندما تؤمن هذه الدول الثلاثة يمكن أن يقدموا حل أفضل لخلافنا وأخذ خبرتهم وآرائهم، بعدها بالتشاور والحوار بين الدول الثلاث ووجدنا أنه مفيد لنا ممكن يقوم من جهتهم بأن يجعلونا نتقبل حلولهم وآرائهم. እነኚህ ኦብዘርቨር ብለን የሰየምናቸው ተቋማት የሚሆኑ ሀገራት ባሉበት እንዲቀጥሉ የኢትዮጵያ ጽኑ እምነት ነው። ያንንም ደግሞ ለመለወጥ የሚያስፈልግበት ምክንያት የለም። ስለዚህ ደቡብ አፍሪካንም ጨምሮ አሜሪካና የአውሮፓ ህብረት በታዛቢነት ሚናቸው እንዲቀጥሉ. وأوضح وزير المياه أنه تم تقديم 9 آراء عامة تم التوصل إليها بالنسبة ما جرى من التفاوض عليه من قبل جمهورية الكونغو، إلا أن الدول الثلاث اتفقت على 3 منها، وهذا التفاوض لم ينس متى يكون مواصلة التفاوض. وهذا يدل على أنه عندنا مواصلة في الأمور الأساسية للوساطة التي تنفعنا والأمور التكنيكية والخبرات، وننتظر من الرئيس التنفيذي للاتحاد الأفريقي بمواصلة تكوين فريق خاص به وبأخذ الخبراء القدامى من الأفارقة في هذا. ስለዚህ ይሄ የሚያሳየን የጋራ ኮሚኒኬ ያለን በመሰረታዊ ነገር የኦብዘርቨርስ ሮል ኢንሃንስድ እንዲሆን ቴክኒካል ኤክስፐርቶች የመሳሰሉት ያው ፕሬዚዳንቱ በቀጠለ መልኩ የራሳቸውን ቲም አዋቅረው የሚቀጥሉበት መሆኑን ነባሮቹንም የቴክኒክ የአፍሪካ ኤክስፐርቶች በመያዝ ተጨማሪም ጨምረውበት የሚሆድ ይሆናል ብለን እንጠብቃለን። هذا وبين وزير المياه في المفاوضات أن إثيوبيا لها الأحقية في استخدام المياه الطبيعية من أجل التنمية، وأكد كذلك العمل معا في استخدام المياه من أجل التنمية. قال المحلل السياسي ورئيس معهد الدبلوماسية الشعبية الإثيوبي في السويد السيد ياسين أحمد أن التدخل في الشؤون الإثيوبية الداخلية من قبل بعض مسؤولي السودان ومصر لا يصب في مصلحة الجميع، ولا يثني إثيوبيا من موقفها الثابت تجاه سد النهضة.
للأسف الشديد يعني ما نراه الآن. الإعلام المصري يعني حتى أيضا بعد المسؤولين المصريين يحاولون عندما يتكلمون عن صد النهضة يتكلمون بقضايا يعني يتدخلون في الشأن الداخلي الأثيوبي. هذا الشأن الداخلي الأثيوبي هو يهم أثيوبيا والأثيوبيين، فنحن نعترض على أي تدخل مصري في الشؤون الداخلية الأثيوبية، وكذلك أيضا أي تدخل سوداني في الشؤون الداخلية الأثيوبية. للأسف الشديد عندما قامت مشكلة الحدود، أزمة الحدود، الخلاف الحدودي بين أثيوبيا والسودان، رأينا مصر تؤجج هذا الصراع وتدعمه، بل تقوم بمناورات عسكرية سمتها يعني نسور النيل رقم أول والثاني. كل هذه حقيقة محاولات للردع أثيوبيا، أو هي محاولات للردع ومحاولات أيضا لتخويف أثيوبيا، لكن أثيوبيا هي تمضي قدما وعازمة على الملء الثاني، لأن القيادة الأثيوبية كما شرح الدكتور أبي أحمد رئيس الوزراء الأثيوبي ووزير الخارجية أيضا دمك مكنن، القيادة الأثيوبية هي عازمة وتمضي قدما في الملء الثاني للسد، وليس هناك قوة في الأرض توقف وتمنع أثيوبيا، لأن هذا حقها من حقوقها المشروعة. وأشار السيد ياسين أن طرح أجندة جديدة والتي لم يتم طرحها من قبل السودان ومصر تعرقل عملية المفاوضات. أنا أقول يعني الخيار العسكري ليس وارد لسببين يعني. والسبب الأول أن يعني مشروع سد النهضة لا يشكل خطرا عسكريا للأمن القومي السوداني ولا الأمن القومي المصري، فبالتالي هذا مشروع مدني، وهناك عشرات السدود في العالم بنيت، وهذه السدود هي لأغراض مدنية للتنمية، فبالتالي هذا السد النهضة لا يشكل يعني ليس قاعدة عسكرية ولا يشكل خطرا عسكريا على الأمن القومي السوداني والمصري. السبب الثاني وهو أن مصر لا تستطيع أن تستخدم الخيار العسكري، لأن لسبب بسيط، أن حلفائها يعني حلفاء مصر والسودان الإقليميين في دول الخليج والدول العربية لديهم مصالح في أثيوبيا والقرن الأفريقي، فهي أيضا مصر ستصطدم بمصالح حلفائها الإقليميين من دول الخليج والدول العربية في أثيوبيا والقرن الأفريقي. هذا أولا. وأيضا ستصطدم مصر والسودان بحلفائهما في أثيوبيا مع القوى الدولية، مع أمريكا والصين وروسيا وفرنسا وبريطانيا ودول أخرى وتركيا، وفي هناك دول يعني قوى إقليمية وقوى عالمية لديها استثمارات بالمليارات في أثيوبيا، بل حتى مثل الإمارات العربية المتحدة والسعودية مستثمرين في سد النهضة. مليون سلام أثيوبيا والسودان أخوان، نقولها بالصوت العالي: لا للاحتراب، لا للخراب، نعم للوئام، نعم للسلام، لا للدمار، نعم للإعمار، لا للسلاح، نعم للإصلاح. هذه رسالة سلام من شعب محب للسلام، من شعب وحدته الجغرافيا وروح الأخوة حتى دخل التاريخ من أوسع أبوابه. بسلام، بأمان، بود. سلام، أمان، ود. نفس هذه الكلمات تفهم في أثيوبيا، ونفس هذه الكلمات تفهم في السودان. السلام والأمان والود، نضيف عليها المحبة، نضيف عليها الاحترام، نضيف عليها التعاون. هذا هو ما ينبغي أن يكون عليه العلاقة بين السودان وأثيوبيا. هاتين دولتين جارتين شقيقتين صديقتين، روابط ومشتركات أكثر كثير جدا مما يربط ويشترك فيه كثير من الدول غيرهم. لا يمكننا أن نجني السلام بالحرب. السلام هو الخط الوحيد والحقيقي للرقي البشري. الحوار العقلاني هو السبيل السليم لحل الخلافات، لا بالنزاع والحرب. نعم للسلام، نعم للسلام، ومليون لا للحرب، مليون لا للعنصرية، مليون لا للبندقية.
مليون لا للتفرقة. فندعو للوحدة والتكامل والإخاء والمحبة من أجل مصلحة الشعبين الشقيقين. فلا للحرب بين شعبين يقطنان في بلد واحد. سعى المستعمر لرسم جغرافيا تفرقنا، بيد أنه ذهب في مهب الريح بسبب صمودنا، مظهرا أن قوتنا تكمن في وحدتنا. لا لنزع الطفولة براءتها وسلب الطفل من حضن أمه، لا لتيتيم الأطفال، لا للتشرد والنزوح بعيدا عن الوطن. وندعو جميع مؤسساتنا وسياسييننا أن يكونوا رعاة للسلام وحافظين للسلام وممثلين للسلام. لا للحرب، فأنا تربيت تحت أرض إثيوبية سودانية. لا لصوت المدفع والبندقيات، نعم لصوت العقل والسلام. جينا بمليون سلام، إثيوبيا والسودان أخوان. قال مدير العلاقات العامة لقوات الدفاع الوطني اللواء محمد تسمى إن الفيديو الذي تم نشره مؤخرا والذي يظهر الفظائع التي ارتكبت ضد المدنيين الأبرياء في تيغراي هو تلفيق ودراما كاملة قام بتنسيقها عملاء المجلس العسكري لجبهة تحرير تيغراي وفقا لقوات الدفاع الوطنية الإثيوبية بنية إرباك الجمهور. وأشار اللواء إلى أنه تم القضاء على تنظيم الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي المتطرفة وإلى الأبد من قبل عملية إنفاذ القانون. وكشف أن بعض مناصري الجبهة يتصرفون الآن كقطاع طرق من خلال الاختباء في الغابات والقيام بعملية النهب والثلب وقتل الأبرياء في بعض أجزاء الإقليم وخاصة الذين لا ينتمون إليهم. طبقا للواء محمد تسمى فإن الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي لقد قامت بعمل تخريبي سيء للغاية ضد المواطنين من خلال تصوير الأشخاص الذين قامت بذبحهم ونشرها عبر وسائل الإعلام الدولية لتشويه صورة الحكومة في جميع أنحاء العالم. وأوضح محمد بأن قوات الدفاع الإثيوبية تتمتع بسلوك عالية الانضباط ولها قاعدة شعبية ولا يمكنها بالتالي القيام بأعمال تضر بالمواطنين. قال سفير إثيوبيا لدى المملكة المتحدة تفري ملثا إن المنظمة البحرية الدولية التي انضمت إليها إثيوبيا منذ عام 1775 أعربت عن اهتمامها بالعمل مع إثيوبيا. وقدم السفير تفاري مالسا أوراق اعتماده إلى الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية كيتاليم كمندوب لإثيوبيا في المنظمة. وفي حديثه بهذه المناسبة قال السفير تفاري إن الصناعة البحرية تلعب دورا مهما في النمو الاقتصادي لإثيوبيا، موضحا للأمين العام أنه على الرغم من أن إثيوبيا دولة حبيسة إلا أنها تمتلك 11 سفينة شحن و8 موانئ جافة. وقال إن إثيوبيا التي تضم أكثر من 6000 من أفراد الطاقم البحري لديها مساهمة كبيرة في نمو الصناعة البحرية في القرن الأفريقي. ومن جانبه قال كيتاليم الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية إن إثيوبيا تلعب دورا هاما في توفير القوى العاملة التنافسية والمدربة للدول الأعضاء في المنظمة البحرية الدولية وفقا للمعلومات التي تم الحصول عليها من السفارة. أعلنت شركة الكهرباء الإثيوبية أن سد تكزي للطاقة الكهرومائية في إقليم تيغراي والذي توقف عن العمل منذ شهور قد بدأ العمل بعد الانتهاء من إصلاح خط نقل الطاقة لمكالي. ويتم تنظيم المحطة الكهربائية ذاتيا بشكل مؤقت بدون تحويل الطاقة التي يولدها السد إلى المركز. ويولد تكزي في الوقت الحالي ما يصل إلى 108 ميجاوات في وحدتين، مما مكن من استئناف تزويد إقليم تيغراي بالتيار بعد انقطاع دام لأسبوع تقريبا. ويعتبر سد تكزي لتوليد الطاقة الكهرومائية عبارة عن محطة لتوليد الطاقة الكهرومائية مزدوجة القوس تم بناؤها بهدف توليد طاقة تصل 300 ميجاوات في 4 وحدات.
تقول الأخبار الواردة المتعلقة بالطيران أن العديد من شركات النقل خلال انتشار وباء كورونا قد تحولت طائلة الركاب إلى طائرات شحن، وعلى رأسها شركة الخطوط الجوية الإثيوبية، مما جعلها تحقق نجاحا كبيرا. ومنذ ذلك الوقت قامت شركة الخطوط الجوية الإثيوبية بتشغيل أكثر من 5645 رحلة شحن في فترة 12 شهرا. ولعبت طائرة إيرباص A350 التابعة للشركة دورا كبيرا، حيث تم تحويل 7 من أصل 16 من أسطول الطائرة إلى طائرات شحن عن طريق إزالة المقاعد وفقا لمصدر أخبار الطيران. يتم استخدام الطائرات التسعة الأخرى إما للركاب أو للبضائع المحملة على المقاعد نفسها. قامت شركة الطيران بطرح مبادرة أول خدمة شحن فقط على متن طائرة ركاب، حيث عززت الشركة منذ ذلك الحين قدرتها على الشحن لتلبية احتياجات وجهود مكافحة وباء كورونا. مشاهدينا الكرام، قبل نهاية نشرتنا الأخبارية فلنذكركم بأهم العناوين. رئيسة الجمهورية تحضر حفل تكريم المعلمين برفقة وزير التعليم العالي. إثيوبيا تؤكد على تقديم البيانات اللازمة للسودان أثناء ملء سد النهضة. مشاهدينا الكرام، بهذا وانتهت نشرتنا الأخبارية من التلفزيون الإثيوبي. كنت معكم مافورك يوهانس، وإلى اللقاء. رغم